السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا بنات، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده الفيديو بتاعنا فيديو جديد حلو ممتاز شيق مختلف، حاجات كتير قوي هتوضح لك بوينت كتير قوي في فتره الخطوبه. فتره الخطوبه كلنا بنبقى خايفين قلقانين مش مركزين، الدنيا معانا مش احسن حاجه. النهارده الفيديو بتاعنا جاي اقول لك فيه ازاي تكتشفي ان في تناسب ما بينك وما بين خطيبك. يعني ايه يا دينا؟ يعني خلاص العلاقه هتنجح؟ لا، انت دلوقتي في حاجات بتبين لك فتره الخطوبه. انا وهو شبه بعض، انا وهو نعرف نتعامل مع بعض، في تنازلات هنا وفي تنازلات هنا، ولكن مش تنازلات طول الوقت. فانا ازاي اعرف اني انا وهو متناسبين؟ على الاقل في ما بيننا حاجه مشتركه، في ما بيننا حاجه مثلا واضحه. الحاجات دي كلها انا جاي لك النهارده في الفيديو عشان اقول لك من طقطق لسلام عليكم. فسلام عليكم. فلو انت مهتمه بالفيديو كملي معايا الفيديو. اول حاجه خالص هنبدا فيها الفيديو وهقول لك عليها كده عشان تكون عندك بيزك وحاجه اساسيه، وهي ان مش دايما اي اتنين بيحبوا بعض ينفعوا لبعض، ان مش دايما اي اتنين بيعرفوا مثلا يقولوا كلام حلو وكلام رومانسي ومش عارفه ايه، فدول شور دول لازم يكملوا مع بعض، ودول الحب ما بينهم تمام ودي علاقه ناجحه وعلاقه سويه والحاجات دي كلها. لا، دايما الاتنين بيبقوا مريحين بعض، متفاهمين اكتر، بيكملوا اكتر، بينفعوا مع بعض اكتر. يعني التفاهم عندك اهم كتير قوي من الحب. التفاهم عندك مهم عشان انت تعرفي تتعاملي، فاهمه ده بيتعامل ازاي، فاهمه دي طريقه كلامه ازاي، فاهمه دماغه بتفكر ازاي. اول حاجه خالص معانا هو التوافق الديني والقيمي. انتوا الاثنين مع بعض ازاي؟ عندكم نفس القيم، عندكم نفس مبادئ الدين، بتصلي بيصلي، بتتقي ربنا، بيخاف ربنا فيكي. القيم اللي عندك، المبادئ، لو شفتوا مثلا في حد محتاج حاجه بتديله ولا تقولي لا اخسره فيهم ومش عارفه ايه. الدين والقيم الاثنين دي مهمين جدا. ما تقوليش ما احنا الاثنين شبه بعض. هو في حد كده على فكره، في ناس ما بتتعرفش غير لما تتحط في مواقف. انا واحده من الناس اتحطيت في موقف. كنت في مره قاعده مع عريس، وهو كان قوته عاليه شويه، يعني عضلات وطول بعرض وكده. فجه ولد غلبان جدا 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 بيديله المناديل، بيعرض مناديل وربنا يخليكم مش عارفه ايه، زقه والله العظيم 3 انا عمري ما انساه. والله 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 الولد ضعيف جدا جدا، من عند الترابيزه اتنطر يجي مثلا متر او متر ونص بعيد. فانا صعقت. انت اللي هو انت ازاي كده؟ ازاي ما فيش في قلبك رحمه؟ قول له مش عايز، قول له مش محتاج، قول له الله يسهل لك، قول له اي حاجه غير انك انت تعمل كده. طبعا دي كانت يعني حاجه كده باينه بوضوح الشمس ان لا، الراجل ده ما عندوش حنيه، ما عندوش قيم، ما عندوش مبادئ. انا كدينا لا، مش هعرف. تمام. فاول حاجه دي كانت معانا اللي هي القيم والمبادئ، او الدين والمبادئ عندكم عامله ازاي. نقطة معانا وهي الأهداف المستقبلية. يعني إيه يا دينا؟ هدفكم في المستقبل إيه؟ راسمين حياتكم نفس الدماغ؟ والله ده إحنا عايزين مثلا إيه حياتنا اللي جاية نسافر ونعمل كذا وكذا وكذا. والله صدقي فكرة، أنا كمان كان نفسي أعيش مع واحدة بتفكر نفس التفكير ده. لا والله ده أنا عايزين بقى إيه مع حياتنا كده نبدأ مشروع صغير ونبدأ بيه حياتنا ونبدأ مش عارفة إيه. والله فعلا تصدق إن أنا كنت عايزة أعمل كده، أنا معاك جدا في ده. فالأهداف المستقبلية نفس الحاجة بالظبط، نفس الحياة المستقبلية مع بعض بتشاركوها، هي نفس الاهداف بتاعتكم. تمام. طيب لا، لو في اتنين مختلفين، لا خلاص يا دينا، لا احنا ممكن نعمل الاتنين. ولكن في ناس تقول لك لا انا رافض تام اصلا ان الحياه بتاعتي تكون كده. واحده تانية تقول لك لا انا رافضه تام ان حياتي تكون كده. فعلى حسب انت الكلام معاه هو اللي بيجيب، الكلام معاه هو اللي بيخليه يطلع اللي جواه، فتكلم حتى اراه. طول ما اللي قدامك ساكت انت مش فاهماه. عشان كده دايما اقول لك تعملي نفسك وضعك وهيبه، ودي حاجه ليكي للبنات، وقيمتك والايمج بتاعتك لما تكوني ساكته. كل ما قل كلامك كل ما هيبتك زادت. انت فاهماني؟ ده لو في مكان جديد عليك. تمام. دي كانت تاني نقطه. النقطه اللي بعد كده ان انتوا الاثنين تكونوا عندكم نسبه تناسب في القدره الماديه. يعني ايه؟ ما يكونش هو حد مثلا A1 وانت 1 بس. ما يكونش حد انت واخد واحده عاليه جدا في المستوى، عاليه جدا جدا، يعني طموحاتها ودنيتها مختلفه، وانت حد شاب بسيط لسه مبتدئ. اوعى تعمل كده، اوعى تعمل كده عشان حاجتين. هو ذات نفسه، البنت ذات نفسها هتبقى عندها خيالات بقى، ده هيجيب لي عربيه في عيد ميلادي، ده مش عارفه ايه، وانت شاب بسيط جدا بتبتدي يعني يا دوبك تجيب لها ورده شوكولاتايه. في بنات بتفرح بده جدا، ولكن على حسب كل مستوى وكل بيئه. حاولي تاخدي اللي شبهك. اوعي تاخدي حد مختلف عنك، ده بيفرق جدا. بعد كده بيعمل بلاوي سودا، والله العظيم 3 زي ما بقول لكم بيعمل بلاوي سودا.
فدي مهمه جدا، حته القدره الماديه دي مهمه جدا. اللي بعد كده وهي التعليم والثقافه لازم يكونوا قد بعض، لازم يكونوا زي بعض. ليه؟ ده هيقرب التفاهم اكتر، هيقربكم من التعامل اكتر. ما يكونش مثلا انت دارسه في كليات عاليه جدا 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 وهو اصلا مخلص ابتدائيه، فبالتالي لما انت تيجي تكلميه بثقافه ووعي هيحس ان انت ايه ده اللي انت بتقوليه ده. وعلى عكس لو انت برضو واخد واحده اصلا تعليمها عادي جدا وانت حد الليفل بتاعك عالي قوي قوي قوي، فمش هتعرف تعمل كونكت معاها. فانت لازم قبل ما تبقى مثلا بتتكلم معاها او بتتعامل معاها لازم تكون فاهم كل ده اصلا. تمام؟ فدي حاجه مهمه جدا جدا جدا، حته ان انتوا الاثنين تكونوا نفس المستوى التعليمي الثقافي، الحاجات دي كلها بصوا ما عليهاش اختلاف خالص. النقطه اللي بعد كده ودي نقطه مهمه جدا، التعامل مع المشاكل او التفكير في المشاكل. ازاي بنفكر في المشاكل؟ بنفكر في المشاكل اللي هو احنا اتنين عصفورين كناريا، لا مش هينفع نتخانق خالص، حياتنا كلها حب في حب، حياتنا كلها دلع في دلع. ولا الموضوع واقعي، ايوه هيحصل مشاكل، ايوه هنحلها، الرك مش على المشاكل، الرك ازاي نحل المشكله، ازاي ما نكررش المشكله، ازاي كل واحد يفهم التاني ان لا دي كانت وجهه نظري كده ودي كانت وجهه نظري كده. اوعي 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 تتخيلي ان اي اتنين بيحبوا بعض، اي اتنين مرتبطين، اي اتنين مخطوبين ما ينفعش ما يكونش في مشاكل، ده لازم يكون في مشاكل. فانت لازم تفكري انتوا ازاي بتفكروا في المشاكل، غير كده كمان بتفكري بشكل واقعي عملي ولا بشكل في السما بقى كلنا طايرين فوق. دي نقطه مهمه جدا. بعد كده التوافق الاجتماعي، ودي هقولها مرارا وتكرارا مرارا وتكرارا عشان التوافق الاجتماعي والله 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 عن تجربه من اختك بيفرق جدا. لو انت متعوده دايما بتاكلي الفول وعليه عصره ليمون، لو هم مش عندهم ده او مش متقبلين ده هيشوفوكي نقره، هيشوفوكي بقى ايه ده جايب لنا واحده منين ايه ده، وتلاقي بقى تريقه. فبالتالي كل عاداتك وكل تقاليدك مش زيها، مش نفس الاصول، مش نفس العادات، مش نفس البيت، ده كله هيبقى عامل لك مشكله. ده انا مريت بالتجربه دي جدا جدا، كنت بعاني. انا متعوده على حاجه، انا مش هقول لك في بيت بابا، انا متعوده في حياتي عموما على حاجه، فلما بتتنقلي لليفل تاني او اللي هو ايه المشكله وعادي ومش عارفه ايه، انت اللي بتشافي وحشه، انت اللي بتشافي ايه ده لا ايه ده. طب وليه؟ ما تاخدي اللي شبهك، ما تاخدي اللي عاداته وتقاليده زيك، ما تاخدي اللي اصوله زي اصولك. الاصول ما بتتجزأش، ولكن في ناس بتفهم في الاصول وناس لا. اخر حاجه معانا خالص، ودي اكتر حاجه خلتني اعمل لك سلسله الفيديوهات بتاعه الخطوبه، لان حرفيا انا حاسه بيكي، وهو الاحساس النفسي. من الاخر سكه ودغري، بترتاحي معاه ولا بتحسي انك مضغوطه؟ وجوده معاكي بيفرحك ولا بيحس انك متضايقه؟ دي كلها حاجات انت لازم تفكري فيها، دي كلها حاجات انا عايزاكي تركزي فيها. مش هسيبك خالص فتره الخطوبه واقول لك على حاجات كتير جدا، مش معناه ان انتوا نسخه من بعض. التناسب ان لازم يكون في ارضيه مشتركه تقدروا بعد كده تكملوا بيها بعض. بس كده حلوين. هو ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون الفيديو عجبكم، ولو عجبكم اوعوا تنسوني في اللايك والشير والسبسكرايب، واقول لكم استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.